السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مقارنة سريعة كده ما بين جهازين أمان كامل من شركتين مختلفين. اي كوك من يونيون اير 90 في 60 الموديل ده، لأن في موديلات تانية في اي كوك على فكرة. تايمر ديجيتال، وش مراية ازاز اسود، حمل ظهر طبعا، أمان كامل، قطع غيار سباف ايطالي. وبين البوتاجاز الفريش 90 في 60 موديل روك، امان كامل، حامل ظهر، سباف، الغرف بتاعته سباف، مروحة، لمبة اشعال، شواية، نفس المواصفة بتاعة اليونيون اير اي كوك. مبدئيا السعر ايه؟ الاي كوك ب9600، تمام، بتاريخ النهاردة 15/12/2023، و11900 للروك 90 في 60. ده تايمر ديجيتال وده تايمر ديجيتال، تمام. ده المكونات بتاعة الغرف او الكابس بتاعته سباف ايطالي، الغرف بتاعته سباف ايطالي، وده سباف ايطالي. شكل الديزاين بتاع الحامل الظهر مختلف ما بين الموديلين. طيب، الحجم 90 و90، امان كامل، امان كامل. نظرة سريعة كده على الفريش. ده موديل روك، امان كامل، تايمر ديجيتال، حامل ظهر. ودي نظرة سريعة على الاي كوك. بالنظر كده حجم الفرن ما بين الاتنين عامل ازاي. الاختلافات ما بين الفرن يعتبر واحد، الفريش اعلى على فكرة، ده واطي، تمام. فتحة الفرن هنا اعلى، ارتفاع الفرن نفسه عالي، تمام. العرض تقريبا واحد، نفس الكثافة بتاعة العزل الحراري بالظبط، تمام. نفسها هنا، الارتفاع بس بتاع الفرن هنا واطي، هنا اعلى. نفس التوزيعة، بنفس طبعا الحامل بتاع الصواني، نفس الذات نفس يعني. عندنا الرف السلك، حامل سيخ الشواية، صينية الدهون. شكل المفاتيح دي على فكرة أقوى من المفاتيح دي، يعني المفاتيح دي شكلها أشيك، بس المفاتيح دي أقوى، تمام. شكل التايمر ده قديم، بس ما اختلفش عن التايمر ده برضه. هنا الاستانلس مط، هنا الاستانلس مط، تمام. بس هنا في درجة لمعان زيادة عن هنا. الأتقل فيهم مين؟ الأتقل فيهم الفريش، تمام. طبعا كله ستانلس في ستانلس، مفهوش ازاز في المراية زي الاي كوك، فده اختلاف برضو، تمام. الباب بنظام الدرج اللي هو بتفك وتنضف وينزل الازاز تاني مكانه، نفس القصة هنا. الباب هنا اتقل من هنا، تمام. المفصلة اللي في فريش انضف من المفصلة اللي في يوني، عشان كده في فرق سعر، عشان حاجات بسيطة ممكن انت تاخدش بالك منها. المفصلة دي انضف من المفصلة اللي في يونينير، تمام. الاي كوك وحش؟ لا، الاي كوك مش وحش. الاكثر مبيعا في اخر 5 سنين مثلا هو الاي شيف، عامل مبيعات محترمة جدا في يونينير. الروك وحش؟ الروك محترم جدا، يعني اللي بيدور على هامر والميزانية لا تسمح، الروك بديل مناسب جدا ليه، تمام. العزل الحراري ما الاتنين فيهم صوف حراري. ده العزل اللي هم عاملينه هنا وهو عاملينه هنا. المساحة بتاعة التغطية واحدة، مساحة العزل. احنا قلنا هنا الفرن اعلى من هنا،
ودي ميزة محترمة جدا على فكرة. انا هنا مستفاد بالفرن ال90 في الفريش اكتر ما مستفاد بيه في الاي كوك. حامل الاوان الظاهر في يونيون اير شكله ظريف شويتين عن اللي في فريش، بس مش معنى كده ان ده وحش. تمام. هنا على فكرة السطح ده التقفيل بتاعه يعتبر بدائي بالنسبة لي انا. التقفيل بتاع الفريش بالنسبة لي انا بدائي، زي ما حضراتكم شايفين التقفيل ده بدائي. تمام. هنا في برضو ايه ست البيت وهي بتغسل ممكن تتعور من حرف زي ده، انا عمرها ما تتعور من حرف زي ده. يعني ممكن ايدك تنجرح بسبب ايه؟ الغسيل مع الحاجات التقفيل اللي شبه كده، مع ان ده موديل مش رخيص يعني. تمام. اه البروز والحاجات دي تأثر. ده شكل التقفيل من الظهر. تمام. ولو لاحظنا الاصفر اللي جوه ده العزل الحراري نفسه، ده الصوف الصخري اللي بيستخدم في العزل الحراري. وده شكل الظهر في يونيون. طيب من وجهة نظري ايه الافضل؟ مفيش حاجة اسمها ايه الافضل. انا فلوسي تجيب ايه؟ يعني انا معايا مبلغ كام هدفعه عشان اجيب بوتاجاز؟ هنا ابدا اتكلم. تمام. ايه المميز في فريش؟ احنا قلنا مساحة الفرن اكبر. مساحة الفرن اكبر، المفصلة بتاعة الباب انضف، المفاتيح اللي في فريش احسن. ومش معنى كده ان كل الحاجات اللي في يونيون دي وحشة، بس احنا بنتكلم على الافضل. وده اللي بيفسر ليه السعر هنا اعلى من هنا، ما هو اكيد في سبب. تمام. وللمعلومة برضو الاستانلس اللي في فريش انضف من الاستانلس ده. على الاستانلس ده انضف من الاستانلس اللي هنا. واي استفسار حضراتكم محتاجينه انا تحت امركم. السعر قلنا 11900 للروك ال90، والاي كوك الموديل ده ب9600. تحت امر حضراتكم في اي استفسار في اي وقت عن اي حاجة. ارقام التليفون بتبقى موجودة في الكومنتات، في خدمتكم في اي وقت.